ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي اتكلم النهارده عن مباراة الاهلي وحرس الحدود اللي انتهت بفوز الاهلي 3-2. فيلا بينا نقدر نتكلم عن التشكيل. الاهلي بدأ او كابتن عماد النحاس بدأ بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، على يمينه حسب الله ونعم الوكيل محمد هاني، اتنين سنتر باكس ياسين مرعي وياسر ابراهيم، باك شمال مصطفى العيش حسب الله ونعم الوكيل، اتنين ستة قدامهم هو اليو ديانج ومروان عطية، يمين طاهر محمد طاهر، شمال حسين الشحات، رقم 10 وهو محمود حسن تريزيجيه، مهاجم وحيد جراديشار. انا مش فاهم ماذا يحدث داخل النادي الاهلي. لا، انا نفسي حد يديني معلومة يقول لي ايه اللي بيحصل في الاهلي. انا ما اعرفش يعني ايه جبنا جون في الدقيقة 5 ولا الدقيقة 6 ولا ايا كان الدقيقة اللي احنا جبنا فيها الجون. جون جراديشار جاب جون عالمي جامد قد ايه، يبين لك ان جراديشار ده ما ينفعش يقعد دكه لمحمد شريف مهما ايه حصل. ما ينفعش. جراديشار لعيب باين قوي ان هو فارق عن محمد شريف. ليه بقى انا كنت مصمم طول الماتشات اللي فاتت العب محمد شريف بس، وهو يا عم اهو اتصاب النهارده بعد ما جاب الجون وعمل ماتش كويس. جراديشار عمل ماتش كويس جدا، اتصاب. غير الواحد حاسس، يعني انا بدات احس والله العظيم ان لعيبه الاهلي دي بتلعب لاجل اللعب، لاجل اللي انا اسمي يبقى موجود في التشكيل. ايه ده؟ شو انا حسين الشحات اللي في الملعب تعمل حاجه؟ لا. وممكن على فكره ما يكونش غلطه اللعيبه اكتر ما هي برضه من المدرب والاداره، بس انا مش قادر الوم عماد النحاس لسبب ان عماد النحاس ولا معاه معد بدني، عماد النحاس معهوش مساعد، عماد النحاس شغال لوحده هو وليد صلاح الدين. الباقي مش ده جهاز الاهلي. او انكم توصلوا مدرب ان لما الجمهور يتكلم وراه اللي قاعدين وراه سواء بقى في الاولى في المقصوره يقولوا طلعت جراديشار ليه؟ مدرب عنده مدرب مضغوط لدرجه ان هو طلع قال يا جماعه والله مصاب لازم يموت في الملعب يعني عشان اطلعه. هو باين قد ايه ان عماد النحاس مضغوط وكله جاي عليه. مهما كان عماد النحاس مدرب حلو، مدرب وحش، مدرب سوبر مش مدرب سوبر، بس برضه هو اتحط هنا مهما كان امكانياته ولا اللعيبه اللي معاه. انا اسف بس هو محطوط مكان مش في مكانه حاليا، وعليه كميه ضغط مش طبيعيه، وان كل شويه كل ماتش يطلع له لعيب مصاب او اتنين. انت متخيل احنا يعني عماد النحاس معهوش بن رمضان، عماد النحاس معهوش زيزو، عماد النحاس معهوش محمد شكري، وما كانش معاه ياسين مرعي قبل الماتش، وما كانش معاه ياسر ابراهيم، وما كانش معاه مروان عطيه. كل دول كانوا مصابين. جراد شارك لا كان مصاب، بن شرقي كان مصاب. فيا جماعه برضه نبطل نحط اللوم كله على عماد النحاس. عماد النحاس شو اللي يشيل الليله؟ اللي يشيل الليله الاداره اللي لحد دلوقتي خايفه انها تتعاقد مع مدير فني سي في جامد عشان ما يتحرقش في ماتش القمه. ما انت بتحرق مدرب مصري وبتحرق لعيبتك. غير كده ايه السيفيهات الحلوه اللي اتحطت قدام اداره فرناندو سانتوس؟ فرناندو سانتوس ايه القرف ده؟ حد شافه مع البرتغال كان بيقدم بسرعه كرم. ماركو روزا مش هيسيب التدريب في الدوري الالماني. وكمان فكره انك دلوقتي ناس زي ماركو روزا زي مانشيني اللي انت اتكلمت معاه دول عايزين لعيبه بوصفات معينه. يعني مانشيني قال لك كلمه جميله جدا، قال لك انا غير مسؤول عن الموسم ده. طبعا حق، ولو جه والاهلي هبط هو غير مسؤول. يعني دول المدربين الكبيره. انا ما جيتش من اول الموسم، ما حطيتش بصمتي في الصفقات، ما عملتش وقت الاعداد او عملت اعداد للموسم، ما عملتش ده كله. فطبيعي اول حاجه يقول لك وانا مالي. لا غير كده بقى هات لي بقى لعيبه وارقام ما انت الاهلي فانت بتدفع. وغير كده بقى هل مدربين المشاريع زي سواء مارك روزا ولا مانشيني ولا اي حد من دول ينفعوا مع معدل الاعمار او اللعيبه اللي في الاهلي؟
زيزو عنده 27 سنه، فطبيعي واحد زي زيزو مش جايب مدرب يعلمه ولا يبقى مشروع معاه. تريزيجيه عنده 30 سنه، بن شرقي 30 سنه، هاني مش هتكلم عنه، مروان 25 سنه، ياسر 29 او 30 سنه، سيبك بقى بالعش، ياسين مرعي صغير بس ممكن ده يكون عنده سنه قابليه للتطور، حسين الشحات 33 سنه، طاهر مش هتكلم عنه، قفشه مش هتكلم عنه، كوكا مش هتكلم عنه، مش هتكلم عنه والله ما هتكلم عنه، شكري صغير ماشي. فهل انت فكره مدرب اللي بيبقى عايز لعيبه صغيره او لعيبه على فكره بس هتتنافس مع اللعيبه اللي عندك؟ مستحيل، لانك اصلا جايب اللعيبه دي عشوائي، مفيش اداره، ما درستش اللعيبه دي، وهل هي اللعيبه دي هينفع مع سواء كان ريبيرو، سواء مدى النحاس، سواء كان بيب جوارديولا، سواء لا. وغير كده انت دكتك قليله، انا اسف، دكتك حسين الشحات بيخلص، طاهر محمد طاهر ما ينفعش يلعب في الاهلي بقاله 3 سنين، قفشه خلص كوره، الوحيد اللي عندك الدكه فعلا اقول ده اللي ينزل يغير الفارق وهو احمد رضا. انا يا جماعه بعشق احمد رضا، ده هو ده لعيب فعلا اللي تقول عليه عنده حاجه غير اللي في الملعب. هو احمد رضا عنده حاجه غير اللي عند مروان عطيه، عنده حاجه غير اللي عند ديانج مليون في الميه. احمد رضا لما نزل الدنيا انتعشت، نزل شاط كورتين وبصه هنا وبصه هنا، ما تجوش على الولد. احمد رضا احسن واحد عندك في نص الملعب بعد بن رمضان ما بقيموش والسلاحه المصريه، احسن واحد عنده كوره في نص ملعبك هو احمد رضا. انا بس لو بطلت تركز معاه انك معلش، واحد زي اليو ديانج ما عملش ولا باص صح امبارح، ما ضغطش ولا ضغطه صح، ده كان هيلبسنا جول، غير طبعا اللي احنا لبسناهم بسبب هاني، الجول بتاع محمد حمدي زكي اللي فوزي الحناوي رقصه طريقه ما يترقصهاش عيل صغير ونيمه على ظهره. مش هتكلم عنها، والله ما هتكلم عنها، انا مش هتكلم على جواه، انت هتتكلم دلوقتي عن مشاكلك جوه الملعب. اجوال مش هتكلم، ما كلنا شفنا الاجوال حصل فيها ايه، كلنا شفنا التهزيق وقله القيمه وقد ايه دفاعنا ضايع، وبنقول الكلام ده من قبل كاس العالم للانديه، اللي هو انتوا صرفتوا كل ده قدام، هاتوا حد سوبر ورا. لماذا لحد الان اشرف داري يتواجد داخل اسوار النادي الاهلي؟ اشرف داري لحد دلوقتي بيعمل ايه جوه النادي الاهلي؟ محدش عارف. اصل لعيب طويل صفر، اصل بيعرف يطلع بالكره برجله صفر، اصل مش عارف ايه ده مغربي ولعب كاس عالم في ماشين صفر. لعيب عندك قاعد بياخد بالدولار ما بيعملش اي حاجه، كل شويه اتصاب، ينزل لك يعمل لك ماتش، اتدمر، كتفي اتخلع، مش عارف ايه الخلفيه، قاعد بقى هو شاطر يعمل عيد ميلاد بنته ويعزم لعيبه الاهلي وخروجات مش عارف حفلات. اشرف داري لازم يمشي، والي ديانج من المستوى ده لازم يحصل اشرف داري، دول لعيبه بياخدوا بالدولار. غير كده كلنا في كاس العالم بعد ماتش بورتو قلنا ديانج بالمستوى ده يقعد اي نص ملعب في الدوري المصري، قلنا معاه جدا يقعد اي حد في الدوري المصري، بس لما يبقى مش عايز يجدد ويبقى بالمستوى المقرف ده يا اسطى بيعه في يناير، او يا عم مشيه فري وانت تستفاد بفلوس بالمرتب الكبير اللي هو بياخده، سواء بقى تجيب لعيب مصري هتجيب اجنبي تعمل اي حاجه بس الفلوس تبقى معاك. بالذات كمان دلوقتي بيقولوا ان في مدرس لاج، هل لاج ده لما هيجي هيتوافق مع اللعيبه الاجنبيه اللي موجوده في الاهلي؟ ما تعرفش، اللعيبه المصريه ما تعرفش. فانت لازم المدرب ده يجي بعد ماتش القمه تسمع كلامه في كل حاجه هيقولها ديانج قاعد ماشي تسمع كلامه، بن شرقي يمشي ماشي، تريزيجيه يمشي تمام،
خط الدفاع ده كله مشيهم وهات لي غيرهم، تسمع كلامهم. ده يبقى بقى التخطيط. لكن هتعملوا زي ما عملتوا مع كولر، وهتعملوا زي ما عملتوا مع ريبيرو، وهتعملوا زي حد الصفقات بدماغي وانا اللي امشي اللي بدماغي وانا اللي اجيب اللي بدماغي، مفيش ولا مدرب هينجح مع الاهلي. وانا اسف، دي سوء تخطيط من الاداره اللي احنا بنشوفه بقالنا من اول بدايه الدوري. ده سوء تخطيط من الاداره. انا مش هتكلم عن فنيات في الماتش ولا هتكلم عن اي حاجه. الماتش ما فيهوش والله العظيم ما فيه فنيات غير لما نزل، غير قصدي كوره جراديشار بس، واحمد رضا لما نزل شاط له شوطين وعمل كام كي باس حلوه. غير كده صفر. الاهلي صفر. لحد امتى هنفضل تمام مش هناخد 3 بونت تمام؟ لا مش تمام، مش تمام. خوفي من الماتش بتاع يوم الاثنين ماتش القمه هنتنقل. والله انا خايف من ماتش القمه، مع ان كعبنا عالي عليهم، وماتش الاهلي والزمالك ليه حسابات لعيبه اكتر من حسابات مدربين. تمام معاك يا باشا. ياما الزمالك كان احسن مني في مواسم وكنت بنزل اديله على دماغه. ماتش 6-1 ده كان الزمالك احسن مني مليون مره، 6-1 عادي. بس انا بتكلم على معطيات فريق لفريق، اداء باداء الزمالك يكسب. فاحنا مش عايزين ده يبقى الاهلي. انت متخيل يا راجل انك دلوقتي الزمالك هو بيلعب وحش، الزمالك هو عليه غرامات، بيراميدز اللي كان بيلعب وحش واكتسب الثقه من قفاه. امبارح بيراميدز كسب كاس القارات الثلاثه اللي انت كسبتها من العين، والزمالك بتصدر الدوري وانت بتعمل اللا شيء، بتقدم اللا شيء حرفيا. سوء تخطيط من الاداره طبعا، 100% من الاداره. انا مش عارف، انا اكتر من كده مش عارف اتكلم بصراحه. يعني مشيت سيد ابو حفيظ ليه؟ طب رجعته ليه؟ ماشي وليد صلاح الدين جميل، تمام معاك ان هو جميل وفعلا الوحيد اللي بيقف مع مدى النحاس بيقف يتخانق مع الحاج، والكره دي عليها يا كابتن، يقوم للعيبه يشتمهم ويهزقهم. تمام. فين بقى تخطيطك لبقيه الجهاز؟ فين المعد البدني؟ المفروض كنت تجيب لعماد النحاس معد بدني، بدل ما كل ماتش يقع له واحد داخلين على ماتش القمه. الله اعلم مين اللي هيقع قبل الماتش الجاي. يعني وقع لك النهارده جراديشار، يعني انت بنسبه 70% هتلعب بمحمد شريف الموسم كله، ماتش الزمالك كله. سؤال بقى، هو ناشئين الاهلي ما فهمش يعني كابتن وليد سليمان ما عندوش باك رايت او باك ليفت يعني يطلعهم لنا كده، بدل ما احنا بنلاعب محمد هاني ومصطفى العيش انا زهقت. هتكلم عن حته فنيه صغيره. في حته جه وقت اكتشف ان عماد النحاس اكتشف ان مصطفى العيش بيقدم زنا وعهر كروي في الباك ليفت. قام عامل ايه؟ قام جايب ياسين مرعي المساك ليفت ومودي مصطفى العيش سنتر باك. واتفرج بقى على ياسين مرعي عمل ايه؟ اول هجمه دخل باختراق، جاب ضربه جزاء اللي سجلها تريزيجيه. فاللي بيقول عماد النحاس ما عندوش، لا عماد النحاس عنده، بس اللي ظلمه ضيق الوقت وسوء تخطيط الاداره وسوء تخطيط الحمل البدني بتاع ريبيرو وسوء تخطيط انك جبت ريبيرو اساسا. فيا جماعه ما نظلمش عماد النحاس، انا ده رايي. ما نظلمش عماد النحاس، لا الكلام على الاداره، الكلام على اللعيبه، الكلام على كل حاجه، واخر واحد يلام هو عماد النحاس. بس كده يا شباب، كده الحلقه خلصت. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.